مساء الخير، مساء السعادة، مساء الفرح، مساء كل حاجة حلوة على عيونكم أجمل متابعين وأحلى متابعين. عاملين ايه يا فراورات؟ يا رب تكونوا بخير وسنة سعيدة عليكم. النهاردة بقى جايالكم بأحلى أكلة عشاق السمك المشوي أو المقلي والجمبري، وهنعمل مع بعض رز الصيادية وشوية سلطة وطحينة وكل حاجة. يلا بينا نخش على الفيديو. قبل ما ابدأ الفيديو احب ان انتي متنسيش تدعميني باللايك، علشان في ناس كتير بتحضر الفيديو كل حاجة بس بتنسى تعمل اللايك. يا جماعة من فضلكم اللايك بيرفع الفيديو. ما تستهتروش فيا اللايك، صدقوني علشان انا بصور لكم بتعب قوي، فمن فضلكم اعملوا لي اللايك لايك لايك لايك، ولو مش مشتركة اعملي الاشتراك وفعلي زر الجرس. يلا بينا. اول حاجة معايا جمبري مقشر، ومعايا رصان الجمبري وشوية جمبري بقشره. طبعا غسلاه بالليمون والملح كويس خالص ومنضفاه وشايله سلسلة الرمل وكل حاجة. اول حاجة بجيب الخلطة اللي هنزل فيها بالجمبري اللي انا هقليه. جبت حوالي كوباية من الدقيق، حطيت عليها خلطة السمك، حطيت عليها كاري، كركم من كل حاجة نص معلقة، وكمون وكزبرة ومعلقة توم زي ما احنا شايفين اهي، معلقة توم كده مفرومة محترمة. وقلبت كل ده مع بعض وملح وسنة بابريكا. يبقى حطينا ايه؟ حطينا الدقيق، حطينا كاري، حطينا كركم، حطينا خلطة السمك، حطينا كمون كزبرة ملح وبابريكا. وبعد كده جبت بقى المية. انا خدت كوباية مية على كوباية الدقيق. كوباية المية. بصوا خليت الخليط ايه، لا هو تقيل ولا هو خفيف. بعد كده بنزل بالجمبري بتاعي، طبعا زي ما قلت لكم متقشر ومتشال سلسلة الرمل من عليه، ومنضفاه مخلياه ايه فله. بعد كده عملت الخليط اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ايه، هحطه بقى في التلاجة يشرب من التتبيلة. ده اول حاجة بعملها وبركنها. تاني حاجة بجيب بقى الدقيق، بجيب حوالي كوباية دقيق زي ما احنا شايفين اهو. كوباية الدقيق احط عليهم من معلقتين كبار هرمي ل3 معالق نشا، واحط عليهم كركم، واحط عليهم كاري نص معلقة، واحط عليهم كمون وكزبرة، و3 معالق من معلقتين ل3 معالق كبار هرمي نشا، علشان يطلع مقرمش وجميل، وسنة ملح. وبقلب الخليط ده كله مع بعض وبركنه على جنب. ادي كده خلصت ايه تتبيلة السمك سوري الجمبري المقلي. بعد كده هخش بقى على شوربة الجمبري. اول حاجة بجيب حلة من غير اي حاجة خالص، بس اهم حاجة تبقى سخنة، وبنزل عليها بالرصان الجمبري، وبنزل عليها بالجمبري اللي انا مخلياه. ببدأ اشوح فيهم كده من غير معلقة ولا اي حاجة، واقلب فيهم بالحلة كده. معايا بقى بصل، معايا فلفل، بس مش هحط البصل ده طبعا كله، ده بصل لشوربة الجمبري، وبصل لايه للرز الصيادية. بعد ما شوحت كده الجمبري شوية، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقة توم مفروم، وابدأ اشوح. ويا على الريحة، لو كنتوا معايا شميني الريحة. هبدأ بقى كده اشوح. شايفين لون الجمبري اتغير ازاي؟ بعد كده هنزل بقى هقطع عليهم طماطمايه، هشوح فيهم كده شوية. هقطع عليهم طماطمايه، هي طماطمايه واحدة حلوة. اوعي تنسي اللايك من فضلك، ده دعمك ليا اللايك. بعد كده قرن فلفل رومي،
اخضر، عاوزه اقول لكم شوربه الجمبري دي يا لهوي تحفه تحفه، بتوديكي حته تانية خالص، بجد روعه. بصوا معلش الفيديوهات دي انا بسجلها متأخر علشان لما برجع من شغلي وكده، انا برجع من شغلي متأخر فسامحوني. وكمان الفيديوهات دي بتنزل متأخر، يعني ده شوربة الجمبري ديت في رأس بتاعت رأس السنة، فطبعا هينزل لكم بعد كده، هتنزل لكم متأخر يعني بعديها بكم يوم. فعلى حسب وقتي معلش وظروفي، وان انا برجع من شغلي وعشان امنتج وكده فباخد وقت، وساعات برجع هلكانه خالص فما بقدرش ان انا امنتج ولا اسجل ولا اي حاجه. فالفيديو ده هينزل لكم متاخر شويه. وحتى فيديو روتين فرش العيد، فرش الشقه هينزل لكم ممكن يعني ممكن على يوم الجمعة كده. تمام. هنا بقى حطيت قرن الفلفل قطعته، وحطيت الطماطمايه، وحطيت البصلايه قطعتها مكعبات، وحطيت كمون وكزبرة عفوا، كمون وكزبرة، وحطيت ملح، وحطيت نص ليمونة، عصرت نص ليمونة. وبعد كده حطيت بقى ميه، قلبت شويه، وبعد كده حطيت ميه مغليه، وهسيبهم ياخدوا مع بعض كده بشكل ودي. وبعد كده خلصت الجمبري استوى وطفيت عليه. بعد كده هعمل الرز الصياديه. قطعت 3 بصلات كده صغيرين وسط، وسبتهم يتحمروا في شوية زيت لحد لما اغمقوا معايا خالص. وبعد كده كنت غسلة الرز بتاعي، وبعد كده نزلت عليه بالرز، وهنزل عليه بشوربة الجمبري. بصوا يا لهوي تحفة تحفة قوي، طالع الرز وغامق كده حلو قوي، كأنك بصي بتاكلي في احسن مطعم. فبجد كان حلو خالص يعني. انا بصوا جايه من الشغل هلكانه خالص، فبسجل الفيديو ده انا ونايمه على السرير. فمن فضلكم لايك 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 لايك، ما تنسوش اللايك. هعمل بقى شويه سلطه حلوه خالص. جبت بصلايه خضراء وطماطم وخيار وقرن فلفل حراق وجزرايه. اول حاجه هقطع بصل اخضر ده، واقطع الطماطم تقطيعها بقى اللي انت عاوزاها. طبعا انا سايباكم مع الفيديو، طبعا انا بقطع طماطم ما بعملش اي حاجه، فسايباكم شويه كده مع الفيديو اريحكم من الصداع بتاعي. بحب اقول كل اللي بيتابعني يكتب لي تعليق حلو منكم، وكل اللي بيتابعني يقول لي بيتابعني منين عشان اخش ارحب بيه. يا لهو على القرن الفلفل ده، نار نار بجد نار. بصي حتى مش هقطعه كله، هقطعه نص بس. او كده اقطع الطماطم كلها. بص بقول لكم الاكله دي فعلا
اكله تحفه. ولا تقولي لي بقى لحمه، ولا تقولي لي فراخ، ولا تقولي لي الكلام ده، لا بجد اكله روعه. بنتي بصي عجبها خالص، يعني لو هتتمنى ان انا اعمل لها الاكله دي كل يوم هتقولي اعملها لي يا ماما كل يوم. بجد حلوه خالص. بصوا الخيار هنا معايا، مش عارفه التلاجة كانت عاليه فتحسيه جامد معايا وطري كمان، مني كنت لسه جايباه يعني. كده اقطع الخيار كله. انا بحب اقطع الخيار كده زي السلطه بتاعه المحلات، بتاعه المطاعم يعني، او بتاعه يعني زي بتاعه المحلات بالظبط. قطعت بقى كده الخضره بتاعتي، وهجيب ربطه بقدونس وهقطعها. كده عملت السلطه، بص شكلها روعه. كده بقى شكل الاكل بعد ما طلع. السمك المشوي جاهز، جبته، وشوربة الجمبري، والجمبري مقرمش المقلي طعمه جميل خالص. وطبعا الرز الصيادية طلع لونه بني تحفة خالص. السلطة، وعملت شوية طحينة، كانت فعلا اجمل يعني اكله حلوه خالص. ان شاء الله الفيديو دوت ممكن ينزل لكم خلال 5 ايام كده علشان ظروف. وما تنسوش تدعموني لايك واشتراك.